التاريخ مش مجرد حكايات بنقراها في الكتب. التاريخ قضية مفتوحة، ملف مليان بالدم والدموع والطموح والخيانة. إيه اللي يحصل لو وقف المتهم قدامنا في القفص؟ لو واجهناه بدموع ضحاياه وبأمجاد انتصاراته؟ لو خلينا الجلاد يبص في عين الضحية؟ منصة نسمة صوت هتقدم لك محكمة التاريخ، حلقات هنضع فيها الماضي جوه قفص الاتهام. والنهاردة معانا القضية 1805 والمتهم فيها محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة. بسم الله، باسم الحقيقة وباسم الشعوب اللي دفعت الثمن، نفتتح اليوم في محكمة التاريخ واحدة من أخطر الجلسات وأكثرها تعقيداً في تاريخ مصر الحديث. جلستنا النهاردة مش لمحاكمة راجل، بل لمحاكمة مشروع كامل. النهاردة مش هنحاكم والي، إنما هنحاكم مؤسس. مش هنحاكم طاغية، إنما هنحاكم أب مؤسس لأسرة حكمت مصر حوالي 150 سنة. ولكن هل كان الأب ده رحيم بأبنائه ولا أب آكل لأبنائه؟ لتستدعي المحكمة المتهم الوالي العثماني مؤسس الأسرة العلوية محمد علي باشا. المتهم محمد علي، عرف المحكمة بنفسك. أنا اللي استلمت البلد دي وهي خرابة، أنا اللي عملت لها هيبة وجيش أقوى من جيش السلطان، أنا اللي بنيت المصانع والمدارس، أنا اللي... انت ناسي نفسك واقف فين؟ انت هنا في محكمة التاريخ، مش في قصرك في القلعة. فخرك ده خليه لمؤرخين بره، لكن هنا انت في حضرة العدالة. هتلتزم بهيبة المحكمة وتجاوب على قد السؤال، اسمك ومنصبك وقت الأحداث المنسوبة ليك. مفهوم؟ مفهوم يا حضرة القاضي. أنا محمد علي، والي مصر ومؤسس الدولة اللي بيحاكمني شعبها. الاتهامات في ملفك تقيلة، بتبدأ بالدم وبتنتهي بالدم. انت مستعد للرد؟ أنا رديت على السلطان العثماني نفسه في ساحة الحرب. تفتكر هخاف أرد على ورق؟ اتفضل اسأل. جميل، خلينا نبدأ بالاتهام الأول، وهو الملف الأكثر دموية. انت متهم فيه بالغدر والخيانة العظمى وبالإبادة المنظمة للمماليك في مذبحة القلعة بتاريخ 1 مارس 1811. الثابت عندنا إنك عزمت 470 من كبار أمراء المماليك على وليمة غدا في القلعة بمناسبة الافتتاح بخروج جيش ابنك طوسون للحجاز. أكلتهم وشربتهم ووعدتهم بالأمان، وفي لحظة اتحول الاحتفال لمجزرة. وعلشان تتأكد من قتلهم كلهم قفلت عليهم أبواب القلعة كلها وسبت لهم بس باب العزب علشان يخرجوا منه، وحولتهم لأهداف لجنودك الألبان. إزاي قدرت تغدر بناس أنت حلفت لهم على الأمان؟ يا حضرة القاضي، انتوا بتتكلموا عن المماليك كأنهم ضيوف شرف. دول كانوا السرطان اللي بياكل في جسم مصر من قرون. دول اللي خلوا مصر خرابة متقسمة، كل مملوك فيهم عامل باشا في حتته وبيسلب وينهب الفلاحين. ده ما يبررش الغدر يا باشا. ومين قال انه غدر؟ دي كانت جراحة. لما يكون عندك ورم خبيث وبتشيله بحنية، ولا بتستأصله من جذوره عشان الجسم يعيش؟ أنا عرضت عليهم الصلح 1000 مرة، وفي كل مرة كانوا بيتأمروا عليا وعايزين يخلعوني من الحكم ويرجعوا البلد تاني لأيام الظلم والجهل اللي كانوا عايشين فيه.
أنا ما كنتش بلعب، أنا كنت بأسس دولة، والدولة مش هتتبني بالحنية. لو كنت سبتهم كانوا هما اللي هيقتلوني ويقتلوا حلم الدولة. مصر كانت أهم منهم. كلامك ده محتاج دليل على بشاعة ما حدث. المحكمة تقرر استدعاء شاهد إثبات. السيدة جميلة هانم. السيدة جميلة هانم، عرفي المحكمة بنفسك يا هانم. أنا جميلة زوجة شاهين بيك المملوكي اللي اتقتل في مذبحة القلعة. رأيك إيه في الوالي محمد علي؟ غدار، قاتل. طيب احكي لنا إيه اللي حصل في اليوم ده. يا حضرة القاضي، جوزي شاهين لبس أحسن ما عنده، كان رايح يفرح للباشا. الباشا بنفسه بعتله دعوة مختومة بختمه. جوزي قال لي الباشا بيصفي النية يا جميل. وفي وسط النهار سمعنا صوت الرصاص، سمعنا رصاص ما بيخلص. جرينا على القلعة والدم كان مالي الشارع زي النيل. شفت بعيني الجنود الألبان يا حضرة القاضي، شفتهم بيجروا ورا المماليك اللي هربوا ويقطعوا رؤوسهم في الشوارع. شفتهم بيخلعوا الذهب والجواهر من جثثهم. جوزي لقيت جثته مرمية عند باب العزب وهو بيحاول يهرب، قتلوه قدام عيني. دي مش جراحة، دي خيانة وسفك دم في يوم احتفال. سمعت يا باشا؟ حولت الفرح لمأتم، لدرجة إن في بعض الأخبار شبه المؤكدة بتقول إن أمينة هانم زوجتك جالها صدمة عصبية من بشاعة المجزرة، وإنها قطعت الكلام معاك لحد ما ماتت. يا حضرة القاضي، أنا ممكن أسأل جميلة هانم جوزها شاهين بيك ده كان فلاح مصري بيبات يدي عليه كل ليلة؟ كان كام واحد نهب أرضه وخطف بنته؟ أنا ريحت مصر من كابوس. أيوة الدم كان كتير، بس ده كان التمن عشان جميلة هانم وغيرها يمشوا في الشارع بعد كده من غير ما مملوك يخطفهم. أنا نظفت البلد منهم. ارفع الشهادة يا حضرة القاضي، دموعها مش هتغير التاريخ. دفاعك قاسي زيك، لكن خلينا ننقل لاتهام آخر. التهمة التانية خيانة الأمانة الشعبية والبطش والغدر بالناس اللي وصلوك للحكم. يا باشا، انت ما حكمتش مصر بانقلاب عسكري، انت جيت بثورة شعبية. شيوخ الأزهر وتجار القاهرة والزعماء الشعبيين وأولهم نقيب الأشراف عمر مكرم هم اللي جابوك، هم اللي وقفوا في وش الوالي العثماني خورشيد باشا وقالوا مش عايزين غير محمد علي والي علينا. حلفولك على العدل وإقامة الشرع، وفي الآخر أول ما اتمكنت عملت فيهم إيه؟ بطشت بيهم، نفيت عمر مكرم لدمياط وكسرت شوكة المشايخ وسحبت البساط من تحت رجلين اللي جابوك. هم اختاروني صحيح، بس يا ترى اختاروني ليه؟ عشان أنا القوي. هم ما كانوش هيعرفوا يحكموا البلد كانت عايزة قبضة مش سبحة. عمر مكرم كان راجل وطني، بس كان عايز يفضل واصي عليا، كان عايز يحكم من ورا الستارة. ومصر ما كانش ينفع يبقى ليها راسين، كان لازم راس واحدة هي اللي تقرر. تقوم انت تقرر انك تلغي الشرط اللي حكمت بيه؟ أنا قررت أبني دولة وهم كانوا عايزين يفضلوا مشايخ. أنا كنت ببص لقدام وهم كانوا بيبصوا تحت رجليهم. كان لازم أكسر مراكز القوة القديمة كلها، المماليك والمشايخ، عشان أبدأ صفحة جديدة نظيفة. صفحة جديدة تكتبها على حساب حلفائك. المحكمة تستدعي شاهد إثبات. الشاهد الثاني نقيب الأشراف عمر مكرم. يا حضرة القاضي، أنا ما اخترتش محمد علي عشان شخصيته، إحنا اخترنا العدل في شخصه. رحنا لحد بيته واتفقنا معاه وتعاهدنا على إنه يحكم البلد بالعدل وما يفرضش أي ضريبة إلا بمشورتنا. إحنا جبناه عشان يحمي الشعب من ظلم الولاة، بس هو خدعنا وكان أظلم من كل اللي قبله. عمل فيك إيه يا سيد عمر؟ أول ما خلص على المماليك التفت لينا المشايخ والعلماء والتجار والأعيان. أنا
أنا اللي لبسته قفطان الولاية بإيدي. نفاني في دمياط زي المجرمين. ليه؟ لأني قلت له لأ على الضريبة الجديدة. هو ما كانش عايز شريك في الحكم، هو كان عايز عبيد في دولة. خان الأمانة اللي الشعب اداهاله. يا سيد عمر، انت كنت عايز تمن لوقفتك جنبي، وانا ما كنتش مستعد ادفع التمن. تمن الدولة دي يدفعه الشعب كله، مش انا ادفعه ليك. انا اخترت الشعب الحقيقي، الفلاحين اللي في الغيط، مش الاعيان اللي قاعدين في القاهرة. لا 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 لا، انت اخترت نفسك يا باشا. الشعب دلوقتي يقدر يقول رأيه ايه في موقفك من العلماء والزعماء الشعبيين. خلينا بقى نوصل للاتهام الأكبر، استعباد الفلاح المصري وتحويل شعب مصر كله لوقود بشري لمشروعك العسكري والاقتصادي. التهمة دي لها 3 محاور: الجهادية والسخرة والاحتكار. خلينا نبدأ بالجيش. الجهادية، انت بنيت جيش، كلام عظيم، لكن ازاي؟ بالتجنيد الإجباري. كنت بتخطف الفلاحين من الغيطان وتربطهم بسلاسل علشان ما يهربوش. في آلاف المصريين فقعوا عينيهم وقطعوا صوابعهم عشان يهربوا من جحيم جيشك. لا يا حضرة القاضي، أنا حولت الفلاح اللي ما كانش ليه قيمة لجندي بيهز عروش. قبلي كان الفلاح المصري بيجري يستخبى من أي عسكري تركي، أنا خليته هو اللي راكب الحصان ورافع السيف. بس ده كان غصب عنه، ما كانش باختياره. ومين قال إن الاختيار بيبني دول؟ لو كنت سألتهم تحبوا تسيبوا الغيط وتيجوا تحاربوا في اليونان، كانوا هيقولوا لأ. الشعب دايما عايز الراحة، بس القائد الحقيقي هو اللي بيجبر شعبه على العظمة. أيوة، أجبرتهم يبقوا أقوياء. والعظمة دي كان تمنها إيه يا باشا؟ خلينا نسمع تمنها. استدعي شاهد الإثبات. الفلاح المصري عوض بن شديد من المنوفية. احكي لنا يا عوض إيه اللي حصل معاك في موضوع الجهادية دي بالظبط. يا بيه، احنا فلاحين غلابة عايشين في حالنا، نزرع ونقلع. وفي يوم لقينا رجالة الباشا بيلفوا في البلد ياخدوا رجالتها، وخدوا ولد الكبير حسن. خدوه من جنبي في الغيط بالقوة، ربطوه في الحبال هو وعيال تانية من البلد وساقوهم. مرته قعدت تعيط لحد ما عينيها راحت. ولما جم ياخدوا ولد التاني سالم ما كانش قدامي حل. أنا اللي عملت له عينه اليمين بإيدي دي يا بيه. أنا اللي فقعت عين ابني بإيدي بمسمار محمي على النار. صرخ صرخة لسه بسمعها كل ليلة، بس قلت أعمى وقاعد جنبي ولا سليم وميت في بلاد ما نعرفهاش زي أخوه. بص للشاهد يا باشا، هي دي العظمة اللي بتتكلم عنها؟ تستاهل إن أب يعمي عين ابنه عشان يهرب من جحيم جيشك؟ ده تمن قاسي، أنا ما أقدرش أنكره، لكن اسأل نفسك يا حضرة القاضي، لو ما كنتش عملت الجيش ده، لو ما كنتش خدت حسن وسالم وغيرهم، كان زمان الإنجليز أو الفرنسيس أو الأتراك داسوا على عوض نفسه في غيطه وما كانش هيلاقي حد يحميه. أنا كنت بختار بين الألم والفناء، وأنا اخترت الألم اللي يبني، ما اخترتش الراحة اللي بتهد. انت بتقول ان الألم ده بنى؟ خلينا نشوف. استدعي شاهد النفي اللي طلبه المتهم. الكولونيل جوزيف سيف الشهير بسليمان باشا الفرنساوي. احكي لنا يا حضرة الكولونيل، الوالي محمد علي طلب منك ايه؟ حاضر يا سيادة القاضي. لما جيتوا مصر الباشا قال لي دول فلاحين، عايزك تعمل منهم جيش. فأول كانوا بيخافوا من صوت البندقية، كان مستحيل، لكن باشا كان عنده إرادة.
جبناهم علمناهم النظام والربط. بالكرباج؟ لا، بالانضباط يا حضرة القاضي، الانضباط العسكري. مفيش جيش من غير انضباط. الفلاحين دول بقوا أعظم جنود أنا دربتهم. هزموا جيش السلطان عثماني في قونية، وده جيش بقاله 600 سنة بيحارب. إبراهيم باشا خدهم ودخل بيهم الشام. إحنا عملنا معجزة عسكرية باشا. الباشا ده حول الفلاحين خايف لمقاتل على طراز أوروبي. سمعت يا عوض، واللي ما ماتش في الجهادية يا باشا مات في السخرة. المحور التاني في اتهامك ترعة المحمودية اللي بيقولوا إنها اتكتبت بدم المصريين. 300,000 فلاح شقوا الأرض بضوافرهم، مات منهم عشرات الألوف بالكرباج وبالجوع. يا حضرة القاضي، طيب وترعة المحمودية دي مش هي اللي روت آلاف الفدادين؟ مش هي اللي خلت اسكندرية مينا عالمي؟ أيوة مات ناس، بس ملايين عاشت من خير الترعة دي. مفيش تطوير من غير تضحية. ومنين جبت الفلوس لكل ده؟ ده ياخدنا للفرع الثالث، الاحتكار. انت خليت نفسك التاجر الوحيد والصانع الوحيد والزارع الوحيد. الفلاح يزرع اللي تقوله عليه وبيبيع لك بالسعر اللي تحدده، والحرفي قفلت ورشته. استدعي شاهد الإثبات التالي. الحاج إسماعيل. عرفنا بنفسك. أنا من كبار تجار النسيج في خان الخليلي. يا حضرة القاضي، إحنا كنا تجار أبا عن جد، لينا كار ولينا شيخ، كنا بنصنع ونبيع والبيوت كانت مسطورة. جا الباشا قفل الورش بتاعتنا، قال الصناعة دي بتاعتي أنا. خد الصنايعية بتوعنا وشغلهم في مصانعه بالكرباج، وسابنا احنا على الحديدة. بقى هو اللي بيستورد وهو اللي بيصدر. خرب بيوتنا يا بيه، حولنا من أصحاب مال لشحاتين بنستنى عطايا الباشا. لا يا حاج إسماعيل، الورش بتاعتك دي كانت بتطلع شاش وملايات. أنا كنت عايز أطلع بارود وقماش للجيش، انت كنت عايز تكسب قرشين، أنا كنت عايز أبني دولة. في فرق كبير. وهل الدولة دي ما بتقومش غير على خراب بيوت الناس؟ الدولة دي بتقوم بالعلم، والفلوس اللي خدتها من الاحتكار دي هي اللي فتحت المدارس وهي اللي جابت الدكاترة. واسألوا كولوت بيك. الدولة بتقوم بالعلم. استدعي الشاهد اللي طلبه المتهم. الطبيب الفرنسي أنطوان كولوت، وشهرته كولوت بيك. احكي لنا يا دكتور عن دورك في موضوع التعليم اللي عمله الباشا. يا حضرة القاضي، الناس بتتكلم عن الاحتكار. أنا هقول لحضرتك فلوس احتكار دي اتصرفت في إيه. أنا جيت مصر وكانت عبارة عن مستنقع لأمراض، طاعون وجدري والرمد. الناس بتموت في الشوارع. الباشا اداني تفويض كامل إني أتصرف في الفلوس دي. عملت إيه بالفلوس دي؟ بنيتوا مدرسة الطب في أبو زعبل، علمتوا فلاحين المصريين اللي كان بيتكلم عنهم عوض من شوية إزاي يبقوا أطباء. بنينا مستشفيات، عملنا حجر صحي، طعمنا أطفال ضد الجدري. الباشا استخدم الفلوس دي عشان ينقذ حياة مصريين. هي دي حقيقة. لولا فلوس احتكار كان مات مئات آلاف بالطاعون. لكن الباشا ما كانش بيبني مستشفيات بس، هو كان بيبني جيش عشان يحارب. وده ياخدنا للاتهام الرابع، الطموح الأعمى والمغامرات العسكرية اللي دمرت مصر. انت يا باشا خدت الجيش العظيم ده وحاربت بيه في كل حتة. حاربت في الحجاز والسودان، وبعدين في اليونان المورة عشان خاطر السلطان، وخسرت أسطولك كله في نفرين سنة 1827. وبعدين قلبت على السلطان نفسه، دخلت الشام وهزمت جيوشه ووصلت للأناضول، وكنت خلاص هتاخد الأستانة. هل دي كانت حروب مصر ولا حروب محمد علي ومشروعه؟ وفي الآخر لما كل أوروبا، بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وقفت ضدك في معاهدة لندن 1840، عملت ايه؟ اتخليت عن كل حاجة، سلمت الشام وكريت، رجعت جيشك ل 18,000 جندي.
هديت مصانع السلاح، كل الدم ده راح هدر. انت حطيت مصر كلها في مؤامرة وخسرت. أنا ما خسرتش، هما اللي خانوني، هما اللي اتحدوا ضدي. أنا كنت هعمل إمبراطورية عربية كبيرة عاصمتها القاهرة، كنت هبقى السيد، والسلطان ده مجرد خيال مآتة. بريطانيا ما كانش على مزاجها تشوف قوة جديدة في الشرق، هما اللي غدروا بيا. غدروا بيا؟ دي كلمة سهلة. خلينا نسمع واحد من اللي كان في قلب المعركة. قائد الجيوش إبراهيم باشا. يا حضرة القاضي، إحنا جنود والباشا هو القائد، لكن أنا ما كنتش مجرد أداة، أنا كنت مؤمن بالمشروع. إحنا ما كناش بنحارب عشان خاطر الباشا، إحنا كنا بنرسم حدود جديدة لدولة قوية. بس أنت اتهزمت في الآخر يا إبراهيم، إحنا ما اتهزمناش في الميدان. أنا هزمت جيش السلطان في نزيب وهو معاه مستشارين ألمان. أنا كنت على أبواب الأستانة. إحنا اتهزمنا على ترابيزة المفاوضات في لندن. الدول الكبيرة خانتنا، وفرنسا اللي كانت في ظهرنا باعتنا في أول محطة. ده مش طمع مننا، دي خيانة منهم. خيانة ولا توازن قوة؟ خلينا نسمع شهادة شاهد إثبات تاني. اللورد بالمرستون. عرفنا بنفسك واحكيلنا إيه اللي تعرفه عن معاهدة لندن. أنا وزير خارجية بريطانيا العظمى في الوقت ده سيادة القاضي. المسألة بسيطة، السيد علي كان بيهدد النظام العالمي، كان بيهدد توازن قوة في الشرق. طموحه ما كانش لمصر، كان لنفسه. إحنا ما خناش حد، إحنا ببساطة حاطين الدولة مرأة في حجمها الطبيعي. كنا شايفين إن ده هو اللي يحقق السلام في أوروبا ومصالح الإمبراطورية البريطانية. السلام ولا مصالحكم؟ انت خفت ان الفلاح المصري يبقى سيد زيك. انت كنت عايز مصر تفضل بقرة حلوب ليكم وللسلطان، وانا قلت لا. محمد علي باشا، سمعنا الشهود، سمعنا جميلة هانم وهي بتبكي على غدرك، وسمعنا عمر مكرم وهو بيشكي من خيانتك، وسمعنا عوض وهو بيحكي عن ابنه اللي اتعمى، وسمعنا الحاج اسماعيل وهو بيشكي من خراب بيته، وفي نفس الوقت سمعنا سليمان باشا وهو بيمجد جيشك، وسمعنا كلوت بيك وهو بيشهد إنك أنقذت الناس من الطاعون، وسمعنا إبراهيم باشا وهو بيتكلم عن مجد كان هيغير خريطة العالم، وسمعنا بالمرستون وهو بيعترف إنك كنت خطر على إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. الصورة معقدة. هل أنت أعظم من بنى ولا أقصى من حكم؟ هل أنت الأب اللي بنى البيت بس حرق ولاده عشان يدفيهم؟ أنت المؤسس اللي حط حجر الأساس، والطاغية اللي حط الكرباج على ظهر كل واحد بنى الأساس ده. قبل ما نرفع الجلسة ونسيب الحكم للتاريخ، عندك حاجة أخيرة عايز تقولها للي بيسمعوك دلوقتي؟ أيوة يا حضرة القاضي، عايز أقول لهم أنا محمد علي الألباني اللي جاء مصر وما كانش يعرف يتكلم عربي. أنا استلمت البلد دي أرملة، الكل طمعان فيها، المماليك بينهشوها والإنجليز عايزينها، والأتراك بيحكموها بالاسم. محدش يسألني بنيت إزاي، اسألوا بنيت ليه. أنا شفت بعيني إزاي الدولة الكبيرة بتدوس على الضعيف، وقررت إن البلد دي مش هتكون ضعيفة تاني. أنا عارف إن عوض كرهني، وعارف إن الحاج إسماعيل دعا عليا، وعارف إن عمر مكرم غضبان مني. أنا عارف إن الكرباج كان شغال والدم كان كتير، بس أنا ما كانش عندي وقت أدلع أو أطبطب. أنا كنت في سباق مع الزمن، يا إما أعمل دولة قوية بسرعة، يا إما نرجع تاني مزرعة السلطان. أنا اللي عملت الجيش اللي لسه عايش باسمي، أنا اللي عملت الترع اللي لسه بتروي أراضيكم، أنا اللي فتحت المدارس اللي علمت أجدادكم،
أنا غلط؟ طبعا غلط. طموحي كان أكبر من اللي العالم كان مستعد يقبله، وقسوتي كانت أسرع من رحمة ربنا ساعات. بس أنا سبتلكم دولة، سبتلكم اسم وهيبة، احكموا عليا زي ما تحبوا. بس قبل ما تحكموا اسألوا نفسكم سؤال واحد: مصر كانت إيه قبلي وبقت إيه بسببي؟ والتاريخ هيقول كلمته. حكمت المحكمة بأن يظل المتهم محمد علي باشا سجيناً أبدياً في سجن الجدل التاريخي. يشوفوا البعض المؤسس العظيم، ويشوفوا البعض الطاغية الأكبر، ويفضل هو البداية اللي مش ممكن أنكرها. رفعت الجلسة وانتهت الجلسة، بس القضية لسه مفتوحة. التاريخ لا يموت، لكن بيعاد استدعائه. سمعتم محكمة التاريخ من منصة نسمة صوت. انتظرونا في الجلسة القادمة ومواجهة جديدة مع متهم جديد غير وجه العالم.